القصة بدأت مع شيرو بطل ناصح لوحده في أكيبهارا المدينة اللي كان عارفها كويس جدا قبل كده، حاسس بالهوا والشمس بشكل واقعي جدا لدرجة إنك حاسس إن الحتة دي مش لعبة خالص. الناس كلها كانت مولعة الدنيا، كل واحد مش فاهم ليه لابس لبس اللعبة ومش عارف يطلع بره. وشيرو حاول يهدي نفسه، فتح شاشة الحالة بتاعته، لقى كل حاجة موجودة، المهارات، الأدوات، الشنطة السحرية اللي بتحط فيها اللي انت عايزه. بس لما داس على زرار الخروج من اللعبة لقى متعطل. فتح قائمة الأصحاب بتوعه ولقى ناس كتير أونلاين، من ضمنهم صاحبه نايتو، وبعدها كلمه بالصوت وعلى طول اتقابلوا. نايتو كان راجع للعبة بعد سنتين بالظبط وبرضه مش فاهم اي حاجة، بس عرف ان شيرو شكله زي ما كان متخيله بالظبط، راجل وشه حد ولابس نظارة. اتفقوا ان هما محبوسين جوه اللعبة اللي اسمها إلدر تيل، والمشكلة اللي في نفس الوقت ده نزلوا نسخة جديدة من اللعبة. يعني باختصار كده كان كل اللي عارفينه عن اللعبة القديمة بقى ملوش اي لازمة. ممكن تطلع وحوش جديدة، اغراض جديدة، كل حاجة اتقلبت. شيرو عرف ان الموضوع صعب وان الرجوع للبيت مش سهل خالص، فقرر يبدأ يجمع المعلومات ويفهم الوضع الجديد ده. وهم قاعدين كده لقوا واحدة من الناس اللي كانوا بيلعبوا معاهم زمان، اسمها كاتسوكي، مهارتها القتل الصامت، بس دلوقتي بقى شكلها راجل طويل. البنت عرفت شيرو على طول وجريت عليه، مش علشان تسلم عليه، لأ، علشان تستلف منه حاجة. ده دهان سحر بيغير الشكل. وطلع ان كاتسوكي بنت في الحقيقة، وكانت متضايقة جدا اللي هي محبوسة في جسم راجل. وشيرو اداها الدهان ده وغيرت شكلها ورجعت لشكلها الحقيقي، بنت صغيرة كيوتة. شكرته وقالت له اللي هي نينجا وان هي هتخدمه على طول علشان ترد له الجميل. وشيرو كان محرج شوية بس قبل في الاخر، وكده بقوا هما 3 واتمشوا مع بعض في اكيبهارا، ولاحظوا ان الناس في اللعبة اللي هم اهل الارض يعني بقوا واقعيين اكتر من الاول. ونايتو اشترى رز وشاي، ولما دقهم لقى طعمهم زي الكرتون الناشف. الموضوع ده خلاه يحس ان هم عايشين في واقع مش حقيقي. وبعدها مريال زعيمة اتحاد اسمه تحالف القمر والهلال اتصلت بشيرو واستدعتهم علشان يتبادلوا المعلومات. راحوا لقوا مريال الف طيبة وشاطرة في العلاج، وفي كمان هنراتا المغنية. ومريل طمنتهم ان معظم اعضاء الاتحاد موجودين في اكيبهارا، والحكايه دي بتحصل في 4 مدن كبيره في السيرفر الياباني، بس بوابات النقل كانت متعطله، فكل واحد لوحده في مدينته. وفي وسط الهيصه دي اتحادات كبيره بدات تجند ناس جدد، وميرال برضه عرضت على شيرو اللي هو ينضم ليهم، وده لانه مشهور في انه يحط استراتيجيات في اتحاد قديم اسمه حزب الفسق والجنون. وشيرو رفض وقال انه مش قادر ياخد قرار دلوقتي، وكان حاسس انها بتحاول تتمسك قدام الوضع الصعب ده. وبعد ما طلعوا اتكلموا على السؤال المهم، لو حد مات في الدنيا دي هيحصل له ايه؟ في الاول اللاعب كان بيرجع في مكان معين، بس طبعا دلوقتي محدش عارف اي حاجة. وعلشان يلاقوا الاجابة ويتعلموا يقاتلوا في الواقع الجديد ده، شيرو قرر يروحوا يتمرنوا في غابة الشبك الابدي. والقتال في الغابة أثبت إن في فرق كبير جدا بين إنك تلعب لعبة وبين إنك تحارب في الحقيقة، وإنك تحط أوامر من القايمة والوحوش بتتحرك بسرعة كبيرة وتهجم عليك. الموضوع صعب جدا، بس شيرو فهم حاجة مهمة، مش المفروض اللي هو يستخدم الأوامر من القايمة، لازم يحس بالحركة بتاعة جسمه نفسها. ولما نايتو وكاتسوكي سمعوا النصيحة دي اتحركوا بالغريزة الطبيعية وكسبوا، ولقوا ان جسمهم عمل المهارات لوحده، واكتشفوا القانون الجديد، المهارة والجسم بقوا حاجة واحدة. وفي الدنيا الجديدة دي في حوالي 30 ألف لاعب ياباني، و1000 من كل حتة محبوسين في اللي بعدين سموه كارثة. ولما كانوا بيتعلموا يعيشوا في أكيبهارا جات استغاثة من مدينة سوكينو. واحد من اتحاد القمر والهلال كان في مشكلة، اللاعب وقع ومات في قتال ضد الوحوش، بس قام تاني في الكنيسة وزي الأول بالظبط. الموضوع ده ريح الناس جدا لأن هما محبوسين في اللعبة والموت فيها مجرد حاجة مزعجة وخلاص. بس بعد ما شيرو استخدم مهارة بتجمد الأعداء وتخلص منهم، قرروا ينهوا التمرين. وشيرو فكر في الطريقة الجديدة للقتال، أجسادهم فاكرة الحركات الأساسية بشكل أوتوماتيكي، فبتخليهم يستخدموا المهارات من غير ما يفكروا. بس اكتشف إن الفرق كبير بين إنك تقدر تستخدم المهارات وبين إنك تتقنها فعلا. المسألة
محتاجة تمارين أكتر بكتير. كاتسوكي قالت اللي هي هتروح قدام شوية وعشان تشوف الطريق، واستخدمت الغابة علشان تتمرن على مهاراتها الرؤية الليلية والاختفاء والحركة بهدوء. وفي لمح البصر اختفت من غير ما تقول أي حاجة، ونايتو فضل مندهش من شطارتها. وهم راجعين شيرو ونايتو اتكلموا عن الموضوع اللي مش مريحهم في اكيباهارا. الامن والنظام بيقلوا، الاتحادات الكبيره بتضغط على الصغيره، والاسوأ ان في موجه من اللاعبين بيهجموا على لاعبين تانيين علشان ياخدوا فلوسهم واغراضهم، وما كانش في خريطه صغيره ولا القدره على الاتصال بالاداره بره المدينه، فالامان بقى اقل. وفي الطريق لما كانوا بيعدوا من محافظه قديمه لقوا ناس واقفين قدامهم، كان 4 لاعبين، محارب و2 لصوص وواحد معالج. اللاعبين قالوا لشيرو والجماعة سلموا كل أغراضكم لو عايزين تعيشوا، بس شيرو ونايتو قرروا إن هم يردوا. وشيرو بسرعة أمر نايتو يجذب انتباههم بمهارة تجبر الأعداء اللي هم ياخدوا بالهم منه. وشيرو استخدم السحر، رمى تعويذة جمدت واحد منهم، بعدين أطلق شعاع ضوء ضعيف، ولكن الهدف الحقيقي مش إنه يكون قوي أصلا. بعدها استخدم مهارات بتلف العدو بأشواك مضيئة، وكل مرة حد من الأصحاب يهجم على الهدف الأشواك بتنفجر وبتعمل 50 نقطة ضرر. وفي الوقت اللي الجماعة بتاعت الأشرار دول كانت بتركز هجومهم على نايتو، محدش منهم لاحظ إن كاتسوكي قربت بهدوء نومت المعالج بمهارة عندها. ولما الأشرار خدوا بالهم كاتسوكي كانت خلصت على الباقيين بسرعة. وواضح إن هجمة الضوء الضعيفة بتاعت شيرو دي ما كانتش مجرد هجمة ضعيفة وخلاص، ده نور الشعاع عماهم في الظلام بتاع الغابة ومنعهم ان هم يشوفوا ان المعالج بتاعهم كان واقع من زمان اصلا. الجماعة دي ما كانوش متعاونين وما كانوش بيراقبوا اصحابهم ولا المنطقة اللي حواليهم، فشيرو ورجالته انتصروا عليهم بسهولة. ولما خلصت المعركة الجماعة قعدوا يفكروا في السبب الحقيقي ورا احداث القتل اللي زيادة في اللعبة دي. شيرو وصل للنتيجة ان المشكلة مش بس في الفلوس، لا المشكلة في ان الناس مش عارفين يحققوا في ايه في حياتهم. في عالم اللعبة دي الاكل رغم اللي هو من غير طعم بس موجود طول الوقت، الفلوس سهل تجيبها بقتل الوحوش الضعيفة، والموت مش نهائي. كتير من اللاعبين حسوا اللي هم ضايعين ومالهمش هدف، هم مش بس بيعيشوا، لا ده مجرد نفس طالع وداخل وخلاص. وشوية من الناس لما حسوا بالفراغ ده بدأوا يعملوا الشر في الناس التانيين علشان يحسوا اللي هم عايشين فعلا. بس شيرو والجماعة بتاعته لقوا موضوع جديد جدا لما جت مريال تطلب منهم طلب ضروري، وكان في بنت في الاتحاد بتاعها اسمها سارة محبوسة وفي خطر، وهي كانت في مدينة سوكينو ودي موجودة في الشمال برضه. بوابات الانتقال لسه واقفة، والطريقة الوحيدة علشان توصل لهناك انك تمشي او تركب حصان، يعني رحلة 425 كيلومتر كده. مريال كانت عايزة تبعت فريق انقاذ في اقوى الناس في الاتحاد بتاعها، بس شيرو حسب الموضوع بسرعة وعرف ان الفريق ده هيفشل اكيد. بعد ما فكر شوية بس ومع دعم نايتو وكاتسوكي، شيرو خد القرار وهم اللي هيروحوا. قال ان لما حد يكون في ضيقة هنساعده، وحتى لو ملهمش هدف كبير ده مش معناه ان هم يبقوا زي اللي بيعملوا الشر، وتصرف زي ما كان بيتصرف زمان في اللعبة. وعلشان يعملوا الموضوع ده بسرعة شيرو كشف عن حاجة كان مخبيها من زمان، استخدم صفارات استدعاء نادرة جدا جابها بعد ما كسب في معركة صعبة في حقول الموت ضد وحوش حادث، والصفارات دي جابت له الجريفنز، والوحوش اللي بتطير دي بتقدر تقطع مسافات طويلة جدا بسرعة أسرع من الحصان. ولما نايتو طلع الأول وهو مبسوط جدا، شيرو خلى كاتسوكي تركب وراه وطاروا في السماء. وفي الأول كاتسوكي كانت خايفة، بس بعدين غلبها المنظر الجميل اللي شافته تحتها، السماء زرقاء وكمان صافية والإحساس بالحرية وهي بتطير في الهواء. و3 أيام عدت من لما شيرو والجماعة طلعوا من أكيباهارا، وقررت الجماعة إن هم تنقذ البنت الصغيرة اللي اسمها سارة دي اللي محبوسة في مدينة سوكوزينو في الشمال بفضل الجريفنز. رغم إن الطيران محدود ب4 ساعات بس في اليوم، بس قدروا يقطعوا مسافات كأنها تاخد أسبوعين لو ركبوا الحصان. ولما طاروا فوق جبال الدموع شافوا كذا وفران بتطير في الجو، وتأكدوا ان الوحوش لسه موجودة في الأماكن المعروفة زي ما كانت في اللعبة زمان. عرفوا ان الطيران فوق سلسلة الجبال دي هيكون خطير جدا، وشيرو قرر يستخدم الخطة البديلة ويمشوا من تحت الأرض في طريق قديم اسمه غوص جنة النخيل. ولما دخلوا الجماعة اتصدموا من الروعة، متاهة كبيرة قوي من الأنفاق والمناجم القديمة، أكبر وأجمل من أي حاجة شافوها على شاشة الكمبيوتر. بس الدنيا الحقيقية فيها خراب، وكتير جدا من أجزاء الكهف انهارت، مختلف بشكل كبير جدا عن الطريقة اللي كان بيطلع بيها في اللعبة.
وبعدها بشوية اتقابلوا مع جماعة تانية من الفئران، وهم من الأنواع البشرية شبه الإنسان كده في العالم ده، وحوش ضعيفة بتنشر أمراض، بس ما هجموش. الجماعة حست ان الفرق في المستوى بينهم وبين شيرو وجماعته كبير جدا. رغم كده شيرو لاحظ ان هم ممكن يبقوا خطر لو ضايقوهم، فقررت الجماعة تتجنبهم خالص علشان ما يضيعوش الوقت وما يتعرضوش للعدوى والامراض عند الفئران دي. الاكل في العالم ده من غير طعم، حتى لما يطبخوه من خلال قوائم اللعبة. كل الاكلات من الكاري البحري للجمبري كلها نفس الطعم الممل، زي العيش الناشف كده اللي من غير ملح حتى. صحيح ان المكونات الخام السكر والملح والفاكهة فيهم طعم، ولكن لما بتجمعهم بتطلع أكلة مالحة جدا أو حلوة بطريقة مبالغ فيها. وفي الوقت ده شيرو استقبل مكالمة من ريال وقالت له اللي هي اتصلت بسارة والبنت بخير، وواحد طيب من اللاعبين في سوكينو بيحميها دلوقتي. ولكن في مدينة سوكينو سارة زهقت قوي في المخبأ بتاعها وندمت اللي هي اختارت شغلانة خدامة البيت اللي ملهاش لازمة دي، وقضت الوقت بتنظف، والنظافة دي خلتها تعلي مستوى شغل الخدامة بتاعها. وبعدها بشوية اللي أنقذها وبيحميها اسمه نترا، ورجع وجاب أخبار وحشة عن الحال في المدينة. اتحاد برجوان ده كان بتعمل إرهاب للناس وبتحارب شوية أهالي، بس هو طمنها وقال لها إن فريق الإنقاذ هيوصل قبل الظهر. وفي جنة النخيل الجماعة بتاعت شيرو قابلتهم مصيبة كبيرة. الجسر القديم الضعيف اللي كانوا بيعدوا عليه اتهد فجأة، وشيرو وقع في الحفرة. ولكن لما كان بيقع ذكريات كتير جدا جت في دماغه، وافتكر اللي هو كان شخص منطوي، وحتى مع الصحاب كان حاسس نفسه وحيد. اللعبة دي بقت طريقة هروب ليه. بفضل معلومات الكتيرة بقى لاعب قديم ومحترف، بس الشهرة دي جابت له مصايب كتير. الناس بتحاول تستخدمه علشان يجيب لهم حاجات نادرة ومعلومات. الموضوع تعبه جدا وخلاه مرهق. وبعدين افتكر أجمل أيام حياته، الأيام اللي كان فيها في جماعة اتحاد الحفلات لما بيكون مع أصحاب حقيقيين ويعيش مغامرات وفرحة واكتشافات. الذكريات دي ادت له القوة، وقبل ما الضلمة تبلعه كاتسوكي نزلت وراه علشان تنقذه، ونايتو شدهم الاتنين لفوق. ولما صحي شكرهم هما الاتنين وفسروا ان اجسادهم اللي في المستوى 90 دي قوية اكتر من لما يكونوا بيفكروا فيه. مش بس ان هما ما اتصابوش كتير من الواقعة دي، ولكن كمان ما حسوش بتعب حتى من الرحلة الطويلة. وفي الكلام بتاعهم اكتشفوا حاجة غريبة، كاتسوكي طلعت بتدرس في الجامعة، وده فاجئ نايتو جدا. ما قدرش يقاوم وبدأ يتريق عليها، بس بدل ما ترد بالكلام ردت عليه برجليها. وبعدين بيكملوا رحلتهم، بس فجأة اتحاصروا من وحش الفئران وكان ضخم جدا. الجماعة فكرت ان دي من الوحوش الجديدة في حزمة التحديث الجديد للعبة، ومن غير تفكير كتير الجماعة قررت تحارب على طول. ونايتو اتقدم الأول علشان يلفت انتباه الوحش، وشيرو استخدم تعويذة دعم زي التعويذة بتاعت ربط العشب للضرر المستمر دي وصدمة الذهن علشان يقللوا قدرة الوحش انه يتفادى الهجمات، وكمان تقنية الحافة الحادة علشان تقوي الهجوم. وبعدين خلصت كاتسوكا على الوحش بضربة قوية جدا. وبعد ما قتلوا الوحش لقوا ان في اخيرا اخر ممر تحت الارض، والجائزة كانت منظر خرافي، شروق الشمس ده على قمة الجبل. وشيرو اكتشف ان بالرغم ان كتير من اللاعبين شافوا المشهد ده في اللعبة، بس هم كانوا اول المغامرين في العالم الحقيقي يشوفوا المشهد ده فعلا، واللي خلى كل تعبهم ليه معنى في الاخر. بس في نفس الوقت في سوكوزينو اتحاد برجواندا والقائدة بتاعتهم ديميكس استمروا في العنف بتاعهم، والجنرال قرر اللي هو يبعت الجنود يدوروا في المدينة على سارة والقط نترا. وشيرو والجماعة لما قربوا من مدينة سوكينو اتكلموا عن اتحاد برجواندا، اتحاد معروف بسمعته اللي زي الزفت حتى من ايام اللعبة، وفي العالم الحقيقي ده كمان بقوا بيعملوا إرهاب بسهولة. وشيرو شرح الخطة بتاعته لكاتسوكي، وهم بيقابلوا سارة ونترو جوه المدينة مش بره، ولو حصلت معركة واتقتلوا بيرجعوا تاني لكنيسة أكيباهارا، بس سارة بتفضل محبوسة في كنيسة سوكينو. وكمان لأن سارة في قائمة الأصحاب عند واحد من أفراد الاتحاد برجواندا بيقدروا يتبعوها لما تطلع من المنطقة الآمنة المستخبية فيها، فلازم يتحركوا بسرعة قبل ما العدو يتبعهم. وتحت أوامر شيرو كاتسوكي استخدمت مهارات الكشف بتاعتها وكمان الاختباء والحركة الصامتة علشان تختفي، وبدأوا يتحركوا علشان ينقذوهم. وأول لما دخلوا مدينة سوكينو ناس اتحاد برجواندا عرفوا إن هم موجودين على طول، وكانوا بيدوروا زي المجانين على سارة
بس جماعة شيرو وصلوا بسرعة للمكان اللي هيتقابلوا فيه واسمه ممر الزمن، ولقوا سارة هناك. بس كانت المفاجأة اللي أنقذ سارة كان قط محارب من المستوى 90 وصاحب قديم ومحترم من الفريق اللي شيرو كان فيه. الظهور المفاجئ خلاهم فرحانين جدا، وعلى طول وافق يروح معاهم لمدينة أكيبهارا لأنه ملوش حاجة تخليه يفضل في سوكينو أكتر من كده. بس لما كانوا هيمشوا كاتسوكي قالت إن في عدو جاي من الشمال ومعاهم قائد محارب ضخم زي الدب، ونيتر قال لهم ان ده ديماكس زعيم برجواندا، ومن غير ما يفكروا كتير هربوا بسرعة من الطريق اللي ورا. بس بعد شوية وقت اتحاصروا من كل ناحية بقوات برجواندا كلها، وديميكس كان بيستهبل على سارة وبيهددها، وكانت خطته اللي هو يقتل نيترو الأول علشان يكسرها ويخليها تسمع الكلام. وسارة لما شافت الكيش الكبير اللي حواليهم خافت قوي، بس نيترو وشيرو فضلوا هادين خالص. شيرو استهبل على ديميكس وقعد يغلط في اسمه ويتريق عليه، وبعدين قال له يعملوا مبارزة بين أقوى المحاربين علشان يخلصوا الموضوع على الآخر. وشيرو لفت انتباه ديميكس وبعدين لف الساحر اسمه لاندوارك صاحب الفولاذ الرمادي، وكان باين انه محارب قوي. وفي الآخر كبرياءه اتجرح جامد جدا، ديميكس زعق فيه ووافق على المبارزة مع نيترو، والمعركة بدأت. ديماكس راهب مستوى 90 بدأ يهاجم بهجمات متتالية بسرعة كبيرة جدا، ونيترو اعتمد على رشاقته والسيفين بتوعه علشان يتفادى ويرد الهجمات، وبتركيز جامد جدا هجم على ديماكس علشان يقلل قوة هجومه ودفاعه وقدرته على التفادي. الموضوع قلب الموازين لصالحه شوية لما ديماكس اتأكد انه خسران خلاص، خالف وعده وقبل الناس بتوعه يشاركوا في المعركة. ونيتو على طول فعل مهارة اسمها صرخة المأساة علشان يجذب انتباه المعالجين من الأعداء. وسارة وهي ماشية على كلام شيرو بدأت تعالج نيترو وكمان نايتو، بس علشان مستواها واطي تعبت بسرعة جدا. ولما صحة نيتو كانت قربت تخلص، شيرو قال له يستخدم مهارة الحماية النهائية، ودي اسمها قلعة الحجر، وتقنيات عملت حاجز محدش يقدر يدخله لمدة 10 ثواني، بس مهلة التهدئة بتاعتها 10 دقايق. وديميكس والجنود قعدوا يضحكوا وهم مستهبلين وفاكرين ان دي اخر دفاع ليهم، ما كانوش عارفين ان ده كله جزء من فخ محسوب. وخلال ال10 ثواني دول سارة حطت كل قوتها علشان تملى صحة نيتو، ولما قلعة الحجر اختفت شيرو رمى ورقته الأخيرة، رمى تعويذة اسمها ربط الأشواك على ديميكس. وفي اللحظة دي نيترو جري عليهم وعمل سلسلة ضربات 9 طعنات في أقل من ثانيتين، وال5 ضربات الأولانيين كسروا مجموعة الأشواك الأولى وعملوا 5000 ضرر. وبعدين في الوقت المثالي شيرو رجع وفعل ربط الأشواك تاني، ده طبعا لما مهلتها خلصت. وال4 ضربات اللي جايين من نيترو فعلوا مجموعة من الأشواك وعملوا من 2000 و4000 ضرر زيادة. ومع ضرر السلاح الاندماج المرعب ده دمر شريط الصحة بتاع ديميكس، وفي لحظة واحدة خلاه هو والفرقة بتاعته برجواندا في حالة صدمة رهيبة ومش مصدقين. بعد ما القائد اتهزم شيرو أعلن النصر وقال إن الطريق ما بين سوكينو وأكيبهارا بقى آمن خلاص وخلص عهد الإرهاب بتاع برجواندا. وقبل لما يتبعتوا للكنيسة ديميكس أقسم اللي هو مش هينسى أبدا وش صاحب النضارة شيرو من غير ما يضيعوا لحظة واحدة. والفريق استدعى الجريفنز بتوعهم وطاروا في السماء وهربوا من سوكينو، والأعداء بتوعهم مستغربين من اللي حصل ده. وفي الطريق وهم راجعين للبيت كاتسوكي فكرت في التعاون الغريب اللي شافته، استراتيجية كاملة ما فيهاش ولا غلطة من غير ما يتكلموا مع بعض حتى. وفي الآخر رجعوا للبيت في أكيبهارا. وفي عالم ألدرتيل الشخصيات مش اللاعبين أو إلا الABC كان في الغالب كائنات من غير روح بتقول نفس الكلام المتبرمجين عليه طول الوقت، وموجودة بس علشان تعمل الأدوار اللي متخطط لها في اللعبة وخلاص. بس لما حصلت الحادثة اللي سموها الكارثة حاجة عميقة اتغيرت فيهم، وبعد ما انقذوا سارة من سوكينو رجعوا بنجاح، عدوا بالجريفنز على قناة ليبورت، والفريق قرر ان هم ينصبوا خيمة ويرتاحوا. ودي كانت المرة اللي اكتشفوا فيها حاجة غيرت كل فهمهم للعالم اللي هم فيه اصلا. نيترو شغلته التانية كان طباخ مستوى 90، استخدم الحاجات الخام اللي جمعها وطبخ بايده من غير ما يعتمد على نظام القايمة في اللعبة، وعمل اطباق ليها طعم حقيقي، وجبة فاخرة من اللحمة المشوية اللي ريحتها حلوة والنكهات اللي طعمها يجنن. دي كده اتكسرت القاعدة المملة بتاعت ان الاكل اللي عانوا منه طول الوقت ده كان ملهاش اي لازمة ويقدروا يغيروها، وده دليل على الواقع الجديد اللي هم فيه. المهارات الحرفية زي الطبخ ما بقتش مجرد حاجات في اللعبة بس، لكن قدرات حقيقية قادرة اللي هي تعمل نتائج ملموسة.
وحقيقية لو الواحد عنده خبرة كفاية. وبعد الأكلة اللي كانت تحفة دي كل واحد فيهم عرف نفسه بشكل رسمي، وخلال الكلام اللي بيحصل كاتسوكي وسارة عرفوا إن شيرو ونترو كانوا زمان أعضاء أساسيين في فريق غارة الأسطورة واسمه حفلة الشاي المجنونة، فريق مش متصنف إنه نقابة، بس قالوا إن تجمع من اللاعبين متخصصين. الحقيقة دي فسرت التعاون المجنون بتاعهم في القتال، وفي نفس الوقت امتلاكهم لحاجات نادرة زي الجريفنز، وده كمان زود إعجاب كاتسوكي بشيرو. وشيرو افتكر بسرعة لاعبين جدد ساعدوهم زمان، أخت وأخ توأم اسمهم تويا ومينوري، ومن خلال نظام المرشد ميزة نادرة جدا بتخلي اللاعبين الكبار ينزلوا مستواهم بشكل مؤقت علشان يلعبوا مع المبتدئين، وهو كان بيوديهم ويساعدهم في أول خطواتهم في اللعبة. بس لما حصلت الكارثة ما عندهمش تواصل معاهم، مع إنه كان عارف إن هم دخلوا نقابة معينة في رحلتهم، بس فجأة مطر قوي أجبرهم يدوروا على مكان يستخبوا فيه، والصدفة جابتهم لقرية أرب، مستوطنة صغيرة على هضبة أرب. هناك قابلوا الNPC اللي بيسموهم أهل الأرض، وكانوا مختلفين تماما عن الشخصيات اللي من غير روح والمملة دي اللي كانت موجودة زمان في اللعبة. كان أرب تحت قيادة الشيخ فدور، وعندهم شخصيات حقيقية ومشاعر وذكريات خاصة بيهم، عندهم عائلات وقصص عن حياتهم زي قصة فدور كده لما كان شاب قطع عاصفة ثلجية علشان ياخد مراته للعيادة تولد. التفاعل ده خلى شيرو يفكر في عمق في الحياة الأساسية للعالم اللي هم فيه. اتأكدوا إن أهل الأرض ده مش بشر حقيقيين بس، ده كمان بيعيشوا مع أرضهم بتناغم وبيعيشوا حياة مستقلة خاصة بيهم. ده جاوب سؤال عميق جدا، ممكن المغامرين بأجسادهم القوية وقدراتهم اللي هم يقاوموا الموت من غير حدود هم الشذوذ الحقيقي في العالم ده اللي هم فيه. وفي الليلة دي سكان القرية عملوا ليهم عزومة فيها أكل لذيذ جدا من أطباق محلية زي الجبنة والسجق، أطعمة من أنواع كتير وفعلا بتحفظ طعمها الأصلي. والحاجة دي أكدت النظرية بتاعت أهمية المهارات الاحترافية. وفي أكيباهارا صورة مختلفة تماما كانت بتحصل، المدينة وقعت في فوضى كبيرة، الأقوياء كانوا بيفترسوا الضعفاء، الأخت والأخ التوأم تويا ومينوري بعد ما وقعوا دخلوا نقابة على أمل اللي هم يلاقوا حماية، بس بدل كده اتعاملوا معاهم بقسوة كبيرة وأجبروهم اللي هم يجمعوا الموارد طول اليوم، ولما ما وصلوش للكمية المفروضة بيتعاقبوا، وحياتهم كانت مليانة يأس ومعاناة. مينوري كانت دايما بتسأل نفسها ايه اللي المعلم شيرو كان هيعمل لو كان مكانها. تاني يوم تويا وهو لسه في الشغل سمع صوت معروف بالنسبة له في الميدان، وطلع صوت ميرال وهي بتقول ان سارة رجعت بالسلامة. ساعتها الأمل ولع جواه وجرى على الصوت وما صدق لقى شيرو قدامه، المعلم اللي كانوا نفسهم يشوفوه تاني، بس قال مش هيقرب، لف من غير ما يبان ومشي وهو ناوي يشيل الليلة لوحده. وفي عالم ألدر تيل الجديد موضوع النقابات ده هو الأساس، هما بقوش شوية جروبات كده وخلاص، بقى منظمات عادلة ليها مزايا زي مخازن مشتركة ونظام كلام لوحدهم، والأهم هي قاعة النقابات جوه مبنى النقابة. ولما سارة رجعت تحالف الهلال عمل لها حفلة ترحيب كبيرة، والليلة دي كانت أول مرة الناس تدوق أكل بطعم بجد بفضل شغل النتور الشيف، بس اكتشفوا إن مش أي حد يعرف يطلع الطعم ده، لازم الشيف يبقى وصل لحتة معينة في الليفل، وبرضه الطعم بيختلف من واحد للتاني على حسب ايديه. وميرين لما فهمت ان الموضوع لوزن وكده قررت تكتم على الموضوع علشان المدينة ما تولعش وتبقى في فوضى. وفي عز الفرح ده شيرو شد ميرال على جنبه وسألها الدنيا كانت ماشية ازاي في أكيباهارا وهو غايب. ردت عليه وهي محبطة، صحيح القتل بين اللعيبة قل، بس المدينة بقت عاملة نظام تحت الترابيزة، نقابات تقيلة فوق 1500 عضو بقى بيحطوا قوانين مش مكتوبة وبيحجزوا أحسن أماكن الصيد وبيقفلوا على الصغيرين. والموضوع ده زاد لما نقابات قوية تانية زي فرسان السيف الأسود والسيف الفضي عملوا كده، ولأن هما مش قدهم في العدد ركزوا على الجودة وجروا ورا ليفل 91 لحد 100 بعد ما الحد الأقصى للقوة زاد في التحديث الجديد. وعلشان يوصلوا كده عملوا التحالف مع نقابة وسخة اسمها هاملين، وشغلتها اللي هي تصطاد اللاعبين الجدد وتستغلهم، وبيسحبوا منهم الأكاسير الغالية اللي بيتوزع يوميا وبيبيعوا للكبار وياخدوا المكاسب. الكلام ده خلى شيرو يغوص في تفكير تقيل جدا، وفهم ان البهدلة والفساد في أكيباهارا مش غلطة شخص واحد، دي
على رقبة الكل بما فيهم هو، علشان طبعا اختاروا يقفوا وما يعملوش حاجة. ساعتها قال لنفسه بطل هروب وبطل شماعة النظام دي ومش هتطنش تاني. افتكر التوأم تويا ومينوري اللي ساعدهم قبل كده واللي طلعوا دلوقتي واقعين تحت ايد هيملين، فضميره وجعه والندم اتحرك جواه بعد سهرة من غير نوم وقعدة مع نترو على العلاقات ومعنى ان الواحد يعمل حاجة ليها قيمة. شيرو لقى الجواب لازم يشتغل بايديه ويقلب الترابيزة، وشيرو بعت لمينوري وقال لها على كود بسيط على قده كده، وده طبعا علشان يطمن على وضعهم ووعدهم اللي هو جاي ينقذهم وطلب منهم يثقوا فيه. وعلى طول لم الفريق نايتو كاتسوكي ونيتارا وسارة والتحالف القمر والهلال كله، واعلن خطته مش بس اللي هو يحرر تويا ومينوري من هيملين، ده كمان علشان ينظف اكيبهارا كلها. شتم الجبن والندالة والبؤس اللي واكلين المدينة وقال للناس هناك عايشة بس عايشة بجد، وان 30,000 لاعب مش رقم مرعب اصلا واحنا مستهونين بالعالم ده. وختمها اللي هم لازم يتفقوا كلهم ويبقوا جامدين. الخطة بدأت بشرط صعب، 5 مليون ذهب، رقم مرعب جدا بس الفلوس مجرد بداية، والأهم أمل الناس ونيتهم الحلوة. كان مؤمن إن لو كل اللي بيحبوا المدينة دي لموا قوتهم مع بعض هينجحوا، وعلشان ينفذ اللي هو عايزه أعلن اللي هو يفتح نقابته الخاصة وسط اندهاش وحماس الكل وسماها لوج هورايزن، وبهدف واضح وخطة جريئة. شيرو بدأ المرحلة الأولى علشان يغير أكيبهارا وكان محتاج 5 مليون ذهب، وده بالنسبة لمرلين وتحالف الهلال كان مستحيل لأن الخزنة ما فيهاش غير 60,000 ذهب بس. وبالعافية بدأوا ينفذوا ويتحركوا كل النقابات تحت قيادته، وبدأوا يصطادوا خنازير برية في غابة الحديقة الملكية من علشان الموارد، لا ده عايزين يمسكوهم عايشين. واكتشفوا إنه لو شيف شاطر جهز الحيوانات دي وهم لسه عايشين يقدروا يستغلوا كل حتة فيهم ويطلعوا مكونات أكتر بكتير من إن هم يموتوهم ويجمعوا خلاص. وفي قاعة النقابة نترو اتلم عليه الناس وبقى يعلمهم الطبخ ومن اول التتبيلات لحد لما يطلعوا اكل بطعم بجد. وفي الناحيه التانيه ميريل وهي ملهاش في الورق والحسابات كانت بتغرق في رزق ميزانيات واوراق شيرو، وشيرو شغال من غير فرامل بيرسم خطط ويجمع داتا عن كل نقابه في اكيبهارا وبيقيم العدو والقدرات، وفهم ان الدنيا سايبه فلازم يعملوا قوانينهم هم، نظام كده يكسبهم بالحلال ويخلي الناس راضيه وماشيه معاهم. وبعد شوية تجهيزات تقيلة الجرس ضرب وابتدت الخطة بتاعة تحالف الهلال، فتح الكشك بتاع الأكل في قلب الميدان اسمه كريسنت برجر، والطبق الرئيسي برجر ريحته تقطع القلب وطعمه فوق الخيال. وفي ثواني بقى ترند الناس في أكيبهارا كتير جدا رايحين عليه لأن هم زهقانين من الأكل اللي من غير طعم ده، سابوا كل حاجة وجريوا على الكشك علشان يفتكروا طعم الأكل الحقيقي. طوابير طويلة والبرجر عمال بيطير، وأول يوم لوحده دخلوا أكتر من 43,000 ذهب. والأهم من الفلوس إن هم بعتوا رسالة تقيلة للمدينة كلها وزرعوا بذرة الأمل في قلوب الناس لحياة أحسن. الحركة خطفت عين النقابات الكبيرة سواء كانت قتالية أو إنتاجية، وفهموا إن ظهور أكل بطعم بجد هيقلب اقتصاد المدينة وميزان القوة. وبالنسبة لشيرو بيع البرجر والذهب ده مجرد أول خطوة، ولسه الكبير جاي في المرحلة اللي بعدها. وقت ما تحالف القمر والهلال كان غرقان في إدارة الشغل، وشيرو كلم في السر صاحبه القديم من أيام حفلة الشاي المجنونة واسمه سوجيرو اللي ماسك نقابة لواء الرياح الغربية. دي نقابة صغيرة بس كلها محترفين ونخبة على بعضهم. وشيرو حكى له عن الحلم بتاعه وده انه يعمل أكيبهارا جديدة مكان الناس تعيش فيه بكرامة وليهم هدف مش سجن ونكد وخلاص. وكان محتاج سوجيرو يساعده مش علشان يبيع برجر، لا ده كان عايزه في موضوع أتقل بكتير. سوجيرو يمكن ما فهمش الخطة كاملة بس كان واثق جدا في صاحبه القديم، أذكى مخ استراتيجي قابله في حياته اللي خلاه يقول له حاضر من غير أي كلام كتير. وخطوة ورا خطوة الخطة بتاعت شيرو كانت بتتركب وكل قطعة في اللغز بتقع في مكانها، وبدعم تحالف القمر والهلال وكمان معاه نقابات صغيرة. ودلوقتي نقابة قتالية تقيلة زي لواء الرياح الغربية. شيرو بقى جاهز للمرحلة التانية، مرحلة كاملة مش بس شغل أكل وخلاص، دي هتهز البنيان الاجتماعي كله بتاع أكيبهارا، ثورة بتتبخ بهدوء وراها الراجل اللي بيقول عليه الشرير صاحب النضارة. وفي حاجة اسمها المهمات، دي لقمة العيش في نظام اللعبة، تبدأ من مغامرات بسيطة انك تدور على ناس ضايعة، ومغامرات تانية تقيلة بجوائز جامدة جدا زي خبرة وذهب وأدوات ومعرفة. وقصدي هنا على المعرفة السحرية والوصفات الصناعية، وكمان الصفارة بتاعت الاستدعاء اللي كانت معاهم دي هم كسبوها أصلا في مهمة. وبعد الدوشة
الخدوشة اللي عملها كريسنت برجر، الخطوة الجاية في خطوة شيرو كانت إنه يجمع ال5 ملايين دهب، راس مال اللي محتاجه للمرحلة اللي بعد كده. علشان كده بعت ميريل ونترو يمثلوا تحالف القمر والهلال ويتفاوضوا مع 3 من أكبر نقابات الإنتاج في أكيبهارا، نقابة تجار روديك ووكالة مارين وشارع التسوق رقم 8. ومن ساعة الكارثة والخامات بقت نادرة علشان اللعيبة قالوا وما بقوش يطلعوا يحاربوا، فالنقابات الانتاجيه الكبيره بقت ماسكه السوق في ايديها. بس ظهور اكل بطعم بجد من كريسنت برجر فتح شهيه الكل على مكسب سريع، ومحدش عايز يفوت الفرصه. وميريل ونترو كانوا قلقانين من جواهم، بس لبسوا وش هادي وواثق ودخلوا مفاوضات. وفي الاول طلبوا المكونات للكشك بتاعهم، وبعدها بمهاره كبيره قلبوا الكلام على خطه اكبر بكتير، وقالوا ان التحالف بيجهز لحمله ضخمه جدا مش هيقدروا عليها لوحدهم، وان هم عايزين مساعده. ولمحوا كده من بعيد لمهمه اسطوريه جديده جايه مع التحديث ومحتاجه استثمار 5 مليون دهب بس. جوهر العبقري الاستراتيجي بتاع حفله الشاي المجنونه وصاحب الجريفنز النادره، مجرد الاسم بس خلى رؤساء النقابات يراجعوا نفسهم وعارفين ان اي مهمه مع الراجل ده هتجيب لهم دهب كتير جدا. وعلشان يطمنوا نترو بنفسه قدم لهم بودنج معمول ببيض وحش مستوى 85، وده عرض بيقول ان عندنا وصفات حصريه متقدمه جدا محدش شافها قبل كده. واخر لمسه علشان التوازن يفضل موجود، ميريل اقترحت ان كل نقابه تحط تلت المبلغ المطلوب وهو 1.5 مليون دهبه لكل نقابه، وياخدوا تفاصيل الخطه بالكامل ووصفات الطبخ الحصريه لما المهمه تخلص. والعرض كان مغري على الاخر والتلاته وافقوا بسرعه، وبكده شيرو امن الفلوس من غير ما يكشف ورقه الحقيقي. وفي نفس الوقت جوه هيملين حاله توأم تويا ومنوري ما اتحركش كتير ولسه عذاب وشغل من غير امل. منوري افتكرت نصيحه شيرو ان هم يحطوا الحاجات المهمه في البنك، وفجاه حست ان هي ضعيفه وضاعت منها كل حاجه، وقالت لنفسها حتى مش مستاهله ان حد ينقذني، لحد لما لقت رساله منه بيقول لهم اللي هو هينقذهم بكره، وكلمه واحده بس رجعت فيهم الامل اللي هم يكملوا. وبنرجع لمقر تحالف القمر والهلال، ميريل ونترو رجعوا مهدود حيلهم بس راسهم مرفوعه، نفذوا اللي عليهم بالحرف. شيرو استقبلهم بالحضن والمشاريب وقال بهدوء تأمين الفلوس دي بس مجرد بداية، المعركة الحقيقية لسه هتبتدي. وتاني يوم كل رؤساء النقابات في أكيبهارا وصلت لهم دعوة لاجتماع هيحدد مصير المدينة بتنظيم لوج هورايزن مع تحالف القمر والهلال، مواجهة من غير سيوف ولا تعويذ، ولكن كانت على الأبواب معركة شيرو فيها هيقف قدام أكبر رؤساء ويقنعهم بوجهة نظره. وفي نفس اللحظة هم مستنيين اللي هو وعدهم بيه، تويا ومنوري قرروا يبتدوا معركتهم هم كمان. ليلة الحدث التاريخي اللي سموه مؤتمر الطاولة المستديرة، القاعة كانت مليانة توتر وزعماء النقابات التقيلة ابتدوا يدخلوا، وشيرو ابتدى كلامه باسم لوجو رايزن، بس إسحاق زعيم فرسان السيف الأسود وويليام ماتسوتيش ورئيس السيف الفضي قطعوه وقالوا له اختصر وخش في الموضوع. شيرو قال إن هدف الاجتماع إننا نتكلم ونلاقي حلول لوضع أكيبهارا من يوم الكارثة، عالم ممكن ما نرجعلوش تاني. واقترح مجلس يدير مشاكل المدينة المشتركة، بس رؤساء النقابات كتير جدا خصوصا النقابات القتالية بدأوا يشكوا فيه وقالوا دي محاولة ملهاش لازمة زي تحالف النقابات الصغيرة اللي قبل كده وكان بيخدم مصالح شخصية، واعلنوا ان المدينة بالنسبة لهم مجرد سوق وبس ومش فارق معاهم حالها. والسيف الفضي قام مشي، وفي اللحظة دي كانت عملية الإنقاذ في هيملين بدأت. وحسب خطة شيرو، تويا ومينوري لموا كل المبتدئين المسجونين وجهزوهم للهرب، وشيرو ظبط كاتسوكي ونترو وقال لهم نقاط الاستراتيجية للدعم، والأهم إنه مسك بناية النقابة وخلاها منطقة آمنة. نرجع بقى للاجتماع، شيرو وضح قصده وقال إنه مش طالع يعمل تحالف يخدم مجموعة معينة، وهو عايز يحسن وضع أكيبهارا لكل الناس، وفضح استغلال هيملين وشبههم بفوضى سكينو اللي من غير قانون، واكد ان لازم يكون في قوانين تتعامل وتتطبق بايد اللاعبين نفسهم، ولما اتسال هيطبقوا القرارات دي ازاي لعب ورقته الرابحه واعلن اللي هو اشترى بنايه النقابه بالكامل وبقى عنده سيطره مين يخش ومين يطلع، حتى البنك اللي اغلب اللاعبين حاطين فيه تحويشه العمر قالها كده وبكل صراحه ان اي حد هيعارض مؤتمر الطاوله المستديره هيتمنع من دخول البنايه، وساعتها فلوسه هتتجمد مكانها وهيخسر كل حاجه. وقدام التهديد المباشر ده رؤساء النقابات ما كانش قدامهم اي حاجه تانية غير ان هم يقعدوا يسمعوه. وفي نفس الوقت ده الهروب من هيملين شغال على ودنه، وتويا ومينوري مشوا على الخطط اللي شيرو عاملها لهم، ولما شافوا شويه من اعضاء هيملين
تويا اشتغل بمهارات الساموراي وسكت الخصم بتاعه، ومنوري رفعت حواجز دفاعية تكسب وقت للباقيين علشان يهربوا، ووصلوا للباب اللي لقى عنده شوية من تحالف القمر والهلال، وشيرو بعتهم كدعم ليهم بس قطع عليهم الطريق شرايدر، وده واحد من هملين، وهجم على تويا مرة واحدة. وفي اللحظة دي كاتسوكي طلعت فجأة ولمت الموضوع مع شرايدر، وفي نفس التوقيت شيرو استغل سيطرته على المنطقة وقفلها على كل أفراد هملين، ومدى أي حد يخش المبنى بتاع النقابة، وبكده بينهي عهد ظلمهم بعد ما المبتدئين اتشالوا من الجحيم اللي كانوا فيه. معركة شيرو في مؤتمر الطاولة المستديرة خلصت هي كمان، وقدر يزق النقابات التقيلة اللي هي تشارك في تأسيس نظام جديد لأكيباهارا، وكان عندهم هدفين واضحين: يرجعوا الروح التنافسية للمدينة ويحطوا قوانين تمشي على الكل. ومن هنا بدأت رسمان المعركة علشان يستردوا مستقبل أكيباهارا. وشيرو اللي بيسموه الشرير صاحب النضارة وقف في قلب الحدث وبيسوق المركب. بعد مؤتمر الطاولة المستديرة أكيباهارا نورت أخيرا، وأسبوع واحد كفاية خلى المدينة تتولد من جديد مليانة حركة وأمل، وكل ده من كلام شيرو اللي لمس عقول الناس وأقنعهم بكلامه. في المؤتمر ده كشف سر يهد الدنيا: إنك تقدر تصنع حاجات وتكنولوجيا ما كانتش موجودة في النسخة القديمة من اللعبة أصلا. طول ما عندك الخبرة وتعرف تستغل خامات اللعبة كويس، أنت هتقدر تبني حاجات كتيرة في العالم ده. والدليل إن نقابات الإنتاج الكبيرة أول لما شيرو اداهم الإشارة ركبوا محرك بخار شغال في أقل من 12 ساعة. الحركة دي فتحت عصر اقتصادي جديد في أكيباهارا، بقى الإبداع والشغل الصح هم العملة التقيلة، وشجعت الناس تطلع بره تصطاد وتجيب موارد وتخش في اقتصاد المدينة بدل ما يقعدوا تايهين ومكتئبين كده. وغير تحريك الاقتصاد، شيرو كمان اقترح شوية قواعد أساسية للأمان والعدل: منع القتل في المناطق الضعيفة، والاعتراف بحقوق الأساسية زي الحرية والدخول والخروج من النقابات، والأهم يعترفوا بأهل الأرض كبشر بجد ليهم نفس الحقوق زي المغامرين. الاقتراح اتقبل بالرفض في الأول، بس شيرو واحدة واحدة أقنع الرؤساء، وده علشان هو كان عنده رؤية بعيدة ودماغه متكلفة. وأول لما كراسة الزعيم ديدي أكبر نقابة قتالية أعلن دعمه بقية الكبار زي لواء الرياح الغربية وفرسان السيف الأسود وأونستي دخلوا معاه، وبكده اتأسس مؤتمر الطاولة المستديرة رسمي، وده تحالف من أقوى نقابات أكيباهار متوحدين على هدف واحد، وهو بناء مجتمع أحسن. وأول قرارات بعد المؤتمر اتطبقت على طول: السر بتاع الأكل بطعم كويس اتقال على الملأ، وضريبة خفيفة اتحطت على استخدام مبنى النقابة علشان تمويل شغل المجلس، واتعمل عيد أكل كبير جدا كاحتفال. وفي نفس الوقت شيرو قص جناح الهملين ومنعهم من دخول مبنى النقابة وكمان البنك، فاهتزوا جامد جدا واتشلوا، واضطر كتير منهم يسيبوا المدينة وهم مكسورين. المبتدئين اللي تم إنقاذهم لقوا بيت جديد، أغلبهم دخل تحالف القمر والهلال بعد ما اتشدوا لطيبة وشجاعة شياو، وده علشان عملية الإنقاذ. قاعة النقابة اتملت على آخرها، بس الكل مبسوط، ولوج هورايزن رحبت بعضوين جداد: تويا ومينوري، اللي جم من نفسهم يطلبوا انضمام النقابة، وده علشان المعلم اللي بيحترموه. وشيرو كرئيس نقابة وافق وهو فرحان بعزيمتهم. وفي ليلة حلوة تحت السماء القدام والجداد في لوج هورايزن كانوا مبسوطين وفرحانين باللي هم عملوه، بس الهدوء ما كملش. أخبار التغيير في أكيباهارا وصلت لممالك أهل الأرض، فبدأوا يبعتوا ناس تستكشف، وجات دعوة رسمية من استل مؤتمر الطاولة المستديرة. والأيام اللي بعدها الدنيا مشيت تمام، تويا ومينوري في تدريب تحت عين نايتو وكاتسوكي، وابتدوا يفهموا أدوارهم ويعرفوا نقاط قوة وضعف كل فئة. وفي مقر لوج هورايزن شيرو ما وقفش بحث، بيدور على طريقة يعرفوا يرجعوا بيها للعالم الحقيقي، وفي نفس الوقت بيحاول يفك شفرة طبيعة العالم الجديد. وجرب مهارة الكاتب، ممكن اللي هو يخلق حاجات تتخطى حدود اللعبة زي ما الطباخين والحرفيين عملوا. والهدنة اتكسرت بميريل اللي غرقت نفسها في أجازة الصيف، فشيرو طلع بحل اللي هو يضرب عصفورين بحجر: يعمل معسكر تدريب صيفي لكل المغامرين تحت ليفل 45، وده في بلدة شوشي الساحلية، وينفذ التزام المجلس بتدريب المبتدئين، وهو بالمرة ياخدها فسحة حلوة. وأكيباهارا كانت مولعة تجهيزات للمعسكر، ووفد من اتحاد المدن الحرة بتاع السيستل وصل بدعوة رسمية من اللورد سيرجي، وبيطلبوا من مؤتمر الطاولة المستديرة يبعت ممثلين لمجلس اللوردات وحفلة الشهر الجاي. ودي أول مواجهة رسمية بين المغامرين وسياسة أهل الأرض، وتحدى دبلوماسي معقد لازم يوازنوه فيه بين المعلومة القيمة وخطر الدخول في دوامة المؤامرات. وبعد نقاشات تقيلة اختاروا الوفد كريستي ممثل رسمي
رسمي للمجلس، ومتشاكا ممثل نقابات الإنتاج، وشيرو محلل الاستخباراتي، وهنرياتا رايحة رسميا كمراقبة لكل أصل علشان تبقى مع كاتسوكي. وكانوا رايحين لقصر التلج الأبدي، مبنى أسطوري معمول من تلج سحري، وده كان مكان الحفلة. وهناك اتقابلوا مع اللورد سيرجيت، وده رئيس اتحاد إستل. وشيرو فهم إن نظام مجتمع أهل الأرض شبه نظام النقابات عند المغامرين، قوة متوزعة وقرارات بالكلام. الجو كان مشحون والكل حزن وبيقرا التاني من غير ما يكشف نفسه. وفي نفس الوقت في المعسكر الصيفي في شوشي، المبتدئين مبسوطين بهوا البحر وبيجهزوا رحلة الدنجن غابة ليونارد، اختبار حقيقي الكل اللي اتعلموه من غير مساعدة مباشرة من المدربين. والدنجنز دي كانت عبارة عن ساحات مقفولة محتاجة شغل جماعي كويس. وفي قصر التلج الأبدي وسط الرسمية، الوفد واجه ميدان قتال من نوع جديد، معركة دبلوماسية، وكراستي كسب وقت برفض دعوة الرأس بأدب علشان يتكلم أكتر مع اللورد سيرجيت. وشيرو رغم اللي هو مش حابب بس نزل هو الأول علشان يرقص، والحظ خدمه علشان هنرين اللي الفئة بتاعتها شاعرة رقصت معاه برشاقة وشرحتها له خطوة بخطوة، وشرحت له دور الشاعرة كدعم موسيقي بيعلي الحلفاء ويضاعف الأعداء بتأثيرات مستمرة. وده حقيقة يا شباب بالمناسبة، لو حد فيكم لعب ألعاب أونلاين قبل كده فيها دور البرد ده، يا ريت تكتبوا لنا اللعبة في الكومنتات، يمكن نكون لعبنا نفس اللعبة قبل كده سوا. وأثناء ما شيرو وهنريتا بيرقصوا، كاتسوكي اتسحبت من شوية عيال من أهل الأرض يلعبوا استغماية، وفي اللحظة البسيطة دي فهمت الفرق بينها كمغامرة وبين العيال الطبيعيين دول. ومينوري كانت الآنسة كلمت شيرو قبل الدنجن فطمنها وفكرها بأساسيات قتال الفريق اللي علمها لها، وقال لها إن الليفل مش كل حاجة وإن هي مش لوحدها، وده زود في قلبها الشجاعة. وتاني يوم الوفد لاحظ إن أسلوب الطبخ الجديد ابتدى ينتشر وسط أهل الأرض، ودي علامة إن تأثير المغامرين بيكبر. فشيرو قال لازم يفهموا العالم ده أكتر علشان يتفادوا أي آثار جانبية، وبدأ يحلل المشهد السياسي في إستل، وعائلات نبيلة بتحاول تكسب المغامرين في صفها. وكشف إن نظام المهمات اتشقلب بعد الكارثة دي وسبب نتائج غير محسوبة خصوصا على المبتدئين. وفي نفس التوقيت في معسكر غابة ليونارد، فريق مينوري وتويا وإيسوزو وسارة ومعاهم ساحر مغرور اسمه راندول هاوس جهزوا الأول نازلة ليهم. اختلاف الطباع عمل شوية خناقات في الأول، بس دخلوا الدنجن، وأول معركة ضد التلات الهياكل العظمية مشيت من غير مشاكل. وتويا كان تانك ساموراي سحب انتباه العدو بهجمات بعيدة، وراندول ضرب بقوة السحر، وإيسوزو كشاعرة سندتهم بأغاني تقوي السحر. ولكن غرور راندل وقلة خبرته قلب الترابيزة، وما خدش باله من الهياكل العظمية اللي هم رماة الأسهم كانوا مستخبيين وبليفل سحر قوي جدا جذب كل الهجمات عليه. التشكيل اتلخبط ونهاروا واضطروا ينسحبوا فوضى وخسارة. وفي الحفلة كريستي رفض دعوة اللورد بذكاء واتجه للأميرة لينشايا حفيدة اللورد سيرجيت من أهم شخصيات إستل، وطلب من هي اللي هي ترقص معاه كخطوة دبلوماسية بينهم. وهنا بيخلص الجزء الأول من مسلسلنا. لو حابين نكمل الجزء الثاني قولوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو انتوا لسه جداد، ويا ريت بقى لو لايك وكومنت لو عجبكم الفيديو. نشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.